الصيف خلاص داخل علينا، وفي ناس كتير متعودة إنها تروح المصيف وتفضل قاعدة في الشمس طول النهار لغاية لما جلدها يتحرق خالص ويقشر، وتروح بألم في كل جسمها وتفتكر إن ده الطبيعي بتاعها. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن السان سكرين أو واقي الشمس، وهنشوف مين اللي محتاج إن هو يستخدمه وبيشتغل إزاي وإحنا ليه أصلا محتاجينه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. معاكم رضوى شرف، ورضوى عويشة. دكاترة في كلية صيدلة. وزي ما رضوى قالت لنا النهاردة هنتكلم عن واقي الشمس سان سكرين. ايه واقي الشمس دوت؟ لو بصينا على ويكيبيديا هنلاقي ان هو كريم او لوسيون بيتحط على الجلد علشان يحمينا من الشمس. زمان لما كنت بسمع كريم ولوسيون ببقى عايزة أعرف هو إيه الفرق ما بينهم، الكلمتين دول شبه بعض قوي. يعني هي فروقات بسيطة في المكونات اللي موجودة فيهم، بتغير في القوام بتاع واحد قصاد التاني، بس في الآخر هو مادة بتدهن على الجلد علشان تحمينا من الشمس. الفكرة بقى إن في ناس كتير فاكرة إنها مش محتاجة واقي الشمس، إنها مش محتاجة إنها تحط سان سكرين، وإن ده بس عشان البنات اللي مش عايزة تسمر. وده للأسف يعني مفهوم خاطئ. هو السان سكرين الهدف منه مش إن إحنا نحمي نفسنا من إننا نسمر، لأن الاسمرار حاجة طبيعية أو حاجة عادية يعني ممكن تحصل، مش حاجة إن إحنا يعني نخاف منها هي بحد ذاتها. بس إحنا بنستخدم واقي الشمس عشان يحمي جلدنا ضد حاجة مهمة جدا، وهي سرطان الجلد. سرطان الجلد هو في علاقة قوية بينه وما بين الشمس، يعني التعرض للشمس بيزود احتمالية إن الشخص ده يصاب بقدر الله سرطان الجلد. ده بسبب الأشعة فوق البنفسجية اللي بتيجي من الشمس. ففي ناس متعودة إن هي يعني بتخرج للشمس كتير، بغض النظر مش لازم إنها بتعمل كده بس ساعة المصيف، لا، ممكن إن هي بتعمل كده في اليوم الطبيعي بتاعها، بتخرج تفضل قاعدة في الشمس طول اليوم، أو طبيعة شغلها بيخليها إنها تضطر تعمل حاجة زي كده. فالتعرض للشمس كتير ده بيعمل يعني زي تلف في الحمض النووي اللي هو الدي ان اي. والحمض النووي هو زي ما اتكلمنا قبل كده هو الحاجة اللي بتقول للخلية هي ازاي تعمل الوظائف بتاعتها. فبالتالي لو احنا دمرنا الحاجة اللي بتقول للخلية ازاي تعمل الوظائف بتاعتها، ممكن قوي الخلية تبدأ تنقسم عمال على بطال، وده يؤدي لسرطان الجلد. كون الواحد يعني يتعرض للحرق بتاع الشمس ده، او ان هو يقعد لغاية لما جلده يعني يحمر ويحصل له موضوع الحرق بتاع الشمس ده، ده مشكلة كبيرة ودي مش حاجة بسيطة. يعني الإحصائيات بتقول إن الواحد لو تعرض لموضوع الحروق بتاعة الشمس مرة كل سنتين، ده ممكن يزود مخاطرة أو ريسك إن هو يجيله نوع من سرطان الجلد اسمه ميلانوما. بيزود الريسك ده 3 أضعاف. فطبعا 3 أضعاف يعني مجرد تعرض مرة كل سنتين للحروق بتاعة الشمس، ده معناه بيزودها بنسبة عالية جدا. فإحنا المفروض إن إحنا نحاول إن إحنا على قد ما نقدر نبعد جدا عن التعرض للشمس المباشر بدون ما يكون في أي حماية ضد الشمس. والتلف اللي رضوى كانت بتحكي عليه دلوقتي ده اللي بيحصل في الحمض النووي، دي حاجة احنا معمليا نقدر نشوفها. يعني احنا لو اخدنا عينة من انسان لا قدر الله عنده سرطان او عندها سرطان في الجلد، بنقدر نشوف التلف اللي الأشعة الفوق بنفسجية عملته في الحمض النووي، بتغير الحروف بتاعته. واحنا عارفين الحمض النووي ده ما ينفعش نغيره ابدا، احنا لو غيرناه الخلايا ممكن تنقسم بطريقة مش طبيعية وللأسف يؤدي لسرطان. فاحنا محتاجين جدا نحمي نفسنا من الأشعة الفوق بنفسجية دي. بس قبل ما نتكلم هنحمي نفسنا منها ازاي، محتاجين نفرق ما بين نوعين من الأشعة الفوق بنفسجية. في نوع اسمه ألف ونوع ب، UVA و UVB. ايه الفرق ما بينهم؟ يمكن معظمنا لما بنفكر في الشمس والمصيف زي ما رضوى كانت بتقول على طول بيجي في بالنا الحروق والتقشير اللي بيحصل في الجلد، ده بيسببه الأشعة فوق بنفسجية ب. هي فعلا بتخلق ألم في المكان بسبب حروق الشمس اللي اتكونت، ممكن الجلد يقشر، فهي سيئة. أو زي ما كان مرة سمعت حد بيقول يو في بي، بي يعني باد. بس الأوحش منها الأشعة فوق بنفسجية ألف، يو في اي، اي awful، سيئة جدا، وحشة قوي. ليه بقى؟ لأن الأشعة فوق بنفسجية ألف بتقدر تخترق الجلد أعمق. لما تخترق أعمق ممكن تغير في الحمض النووي، ممكن تكسر الكولاجين اللي موجود في الجلد، ممكن تسبب آثار شيخوخة بدري وتعمل في الجلد كرمشة، ممكن تخلق لبعض الناس نمش اللي عندهم عرضة إن يكون عندهم نمش، أو اختلاف في لون الجلد من مكان لمكان. فالاتنين وحشين ولازم نحمي نفسنا منهم، هما الاتنين ألف وب. وفي ناس يا رضوى فاكرة إن هي يعني إحنا طبيعة البشرة في المنطقة بتاعتنا مثلا في شمال أفريقيا، الناس طبيعة جلدها
ممكن تبقى بشرتها يعني فاتحة شوية بس مع الشمس بتسمر. فهي في ناس فاكرة ان هي مادام انها مع الشمس بتسمر يبقى خلاص كده يعني جلدها محمي، لان خلاص هي الفكره ان احنا بنسمر ليه؟ عشان الجلد بيطلع صبغه اسمها ميلانين، هو بيطلعها عشان تحميه، هو عمال يحاول ان هو يحمي نفسه من الشمس اللي احنا معرضينه ليها، فبيطلع الصبغه دي عشان تبقى زي طبقه عازله تحمي الجلد. بس الفكره ان يعني احنا مش المفروض نوصل نفسنا كده، وكون ان الجلد بيطلع صبغه ده مش معناها ان خلاص كده هو محمي ونتعرض بقى براحتنا. لا، احنا المفروض ان احنا اصلا نمنع ان ده يحصل من الاول عن طريق ان احنا نحط بنفسنا الواقي بتاع الشمس او السان سكرين عشان نحمي الجلد من ان هو يتاثر. في ناس بقى تانية مثلا زي الناس في الدول الاسكندنافيه او الاوروبيين اللي هم يعني طبيعه جلدهم ان هو فاتح جدا جدا، حتى لما بيتعرضوا للشمس الجلد اصلا ما عندوش قدره انه يطلع اي صبغه، فبيحصل لهم حرق على طول، ما بيبقاش فيه الصبغه دي. يعني الناس بقى اللي هي طبيعتها جلدها بيسمر بتفتكر ان هي خلاص محميه، بس ده يعني مفهوم غلط. احنا برضو محتاجين السان سكرين. طيب الناس بقى اللي هي يعني سمرة جدا جدا، هل هي مش محتاجة بقى لأن خلاص عندها صبغة؟ لا، برضو هي فكرة ان هي تكون مش بتلاحظ قوي الاسمرار اللي بيحصل بسبب ان هي طبيعة بشرتها سمرة، بس ده مش معناه ان جلدها محمي، هو بيحصل برضو حرق وبيحصل برضو مشكلة وممكن لا قدر الله يؤدي لسرطان الجلد، بس هي تكون مش واخدة بالها. نتيجة يعني الخلاصة، مين محتاج سان سكرين؟ كلنا محتاجينه. كلنا محتاجينه كل يوم، سواء صيف سواء شتاء، سواء في شمس بره احنا شايفينها او في غيوم وسحاب. لان زي ما كنا بنحكي، الاشعه الفوق بنفسجيه المضره اللي احنا عايزين نحمي نفسنا منها بتخترق السحاب عادي، بتخترق الازاز مثلا لو احنا قاعدين جنب شباك او قاعدين في العربيه سايقين او رايحين في مشوار، فمحتاجين ان احنا نحمي جلدنا طول الوقت. طبعا الاثار بتاعه الحروق بتاعه الشمس بتبقى اكتر في الصيف، لان الشمس ممكن تكون اقوى لان احنا بنقضي وقت اكتر بره بنتعرض للشمس، فعشان كده الناس على طول بيبقى في بالها الحروق بتاعت الشمس في الصيف اكتر من الشتاء. بس احنا علشان نحمي نفسنا فعلا محتاجين نحط واقي شمس، سان سكرين، طول السنة مهما كان الجو بره عامل ازاي. وحتى موضوع السحاب ده، يعني السحاب ده عبارة عن بخار مية، يعني بخار مية هيحمينا ازاي؟ يكون ان احنا مش شايفين الأشعة فوق البنفسجية مش معناه انها مش موجودة، هو بخار المية مش هيمنع انها توصل لنا. فموضوع السحاب ده او ان اليوم مثلا مغيم شوية ده مش معناه خالص انه يوم يعني عادي ان احنا نخرج فيه بدون حماية للشمس. الحاجة التانية ان حتى الناس اللي مثلا تروح مكان كله جليد، هي متخيلة بقى ان خلاص مفيش شمس، بالعكس المكان اللي فيه جليد ده هو متعرض الأشعة فوق البنفسجية مرتين، مرة من الشمس ومرة عن طريق انعكاسه من الجليد على جلد الشخص ده. فاحنا يعني دايما نحط في بالنا ان احنا على طول محتاجين واقي الشمس او سان سكرين. بس حاجة ممكن تساعدنا ان احنا نعرف، يعني في ناس مثلا ما عندهاش طاقة انها تحطه كل يوم، فممكن نبص على مؤشر الأشعة فوق البنفسجية، وده حاجة يعني لو احنا منزلين مثلا على تليفوننا تطبيق بيقول لنا الجو عامل ازاي، عادة بيكون في التطبيق ده بيتكلم على اليو في اندكس او مؤشر الأشعة فوق البنفسجية. لو الرقم ده 3 او اكتر، احنا المفروض ان احنا نحط سان سكرين او نحط واقي للشمس في اليوم ده. لو اقل يعني 1 أو 2 عادة يعتبر ان هو ريسك قليل ان يكون في مشكلة من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس. جميل قوي. انا بصراحه مش ببص على الرقم دوت على التليفون عندي، بس هبدا ابص عليه. حلوه الفكره. هو يعني انا عشان احنا زي ما اتفقنا على قد ما نقدر محتاجين نحاول نحطه كل يوم. ليه بقى؟ ليه هو يعني هو هيحمينا ازاي ضد الاشعه فوق بنفسجيه؟ هو واقي الشمس فيه كيماويات يا اما بتعكس اشعه الفوق بنفسجيه او بتمتص الاشعه دي وتحولها لحراره على سطح الجلد بتاعنا. ففي الحالتين الاشعه مش بتخترق طبقات الجلد علشان تحت ممكن تسبب أضرار زي ما اتكلمنا. نعرف منين بقى السان سكرين اللي بنستعمله بيحمينا كويس ولا بيحمينا نص نص؟ هنلاقي على كل العبوات بتاعت السان سكرين في رقم اسمه ال SPF، Sun Protection Factor، أو عامل الوقاية من الشمس. عند مفهوم ناس كتيرة الرقم ده كل ما يكون أعلى كل ما يكون أحسن. هي حقيقة إن الرقم كل ما علي كل ما هيحمي أكتر من أشعة الشمس فوق البنفسجية. افتكروا bad الوحشة مش السيئة قوي، اللي بتسبب burn اللي بتسبب حروق الشمس. فلو الرقم مثلا 30 معناها ان الواقي الشمس دوت هيحمي تقريبا من 97% من الأشعة فوق بنفسجية
97% رقم حلو جدا. يعني احنا مش بالضرورة مضطرين ان احنا نستخدم سان سكرين يبقى الاس بي اف بتاعته 100 عشان نحمي نفسنا. ومعظم دكاترة الجلدية بترشح ان الناس تستخدم واقي شمس الاس بي اف او عامل الوقاية من الأشعة فوق بنفسجية عليه يبقى ما بين 30 ل 50. اقل من 30 قليل شوية، بس فوق 50 رفاهية مش ضرورية ومش محتاجينها. وزي ما قلنا دكاترة الجلدية مش بالضرورة بيرشحوا ان احنا نوصل للليفل دوت، لان كمان عادة بيبقى اغلى علشان بيبقى فيه كيماويات اكتر تعكس او تمتص الأشعة فوق البنفسجية اللي محطوطة على جلدنا. رضوى، انت قلتي حاجة أول ما بدأتي تتكلمي على المكونات بتاعة واقي الشمس، قلتي إن هو فيه كيماويات. وبعد كده أنا افتكرت على طول إن أي حد يسمع الكلمة دي، في ناس للأسف الكلمة نفسها معناها على طول معنى سلبي، في ربطها في ذهنها بمعنى سلبي، معنى الكيماويات يعني معناها إن هي حاجة هتضر جسمنا. وافتكرت إنه للأسف الشديد مؤخرا كان في ناس يعني معظمهم بره مصر يعني كانوا بيتكلموا على إنه يعني زي إشاعة كده طلعت إن واقي الشمس بيسبب سرطان الجلد. وده طبعا يعني مشكلة كبيرة انه يطلعوا اشعة زي كده. هو بيحمي ضد السرطان يعني مفيش اي حاجة، يعني هو ما بيسببش سرطان الجلد. بس العلماء مش بيقولوا كده، مش بيقولوا ما بيسببش سرطان الجلد. وعادة بيستخدموا يعني وصف اكثر علمية من هم يقولوا مثلا انه ما فيش اي دليل بيقول ان هو بيسبب سرطان الجلد. بس هو يعني اللي يقصدوا بيه ان هو ما بيسببش سرطان الجلد، هو بيسببش يعني مشاكل في مادة معينة هي الاوكسيبنزون. هي دي اللي قعدوا يتكلموا عليها وطلعوا بقى اشاعات، قالوا ان هم يعني في تجربة اتعملت على فران بس الفئران هم فعليا كلوا الأوكسيبنزون، يعني كلوه. فلما ياكلوه أكيد بكمية كبيرة ممكن يعمل لهم أنواع من المشاكل. بس الإنسان عشان يعني يوصل إن هو يحصل له مشكلة بسبب الأوكسيبنزون محتاج إن هو يحط سان سكرين لمدة 300 سنة كل يوم على طول يعني متواصل. فدي حاجة مش هتحصل في حياتنا اليومية. فإحنا نرجع تاني للحلقة اللي اتكلمنا فيها عن الكيماويات، وإن مش معنى إن الحاجة كيماوية يبقى هي مضرة للجسم، لأن احنا كل حاجة حوالينا أصلا مواد كيماوية، وإن الجرعة هي اللي بتصنع السمية. يعني احنا هناخد منها قد إيه عشان فعلا تعمل مشكلة؟ يعني 300 سنة مثلا عشان تعمل مشكلة، يبقى بالتالي هي آمنة. يعني هي خلاص العلماء أثبتوا إن هي حاجة آمنة وإن احنا نقدر نحطها وما نبقاش قلقانين منها. بس للأسف الشديد في ناس كتير بتحب تنشر حاجات زي كده يعني تخوف الناس من حاجات المفروض ان هي يعني خلاص آمنة واتدرست كتير واحنا عارفين هي بتعمل ايه بالظبط. فيعني المفروض ان احنا ناخد بالنا، مش اي حاجة بتجيلنا من حاجات دي نصدقها. مظبوط مظبوط. واحنا كمان هنحط لينك الحلقة بتاعة الكيماويات وازاي ان كل حاجة حوالينا عبارة عن مواد كيميائية في الوصف تحت، علشان لو حابين ترجعوا تسمعوها وتبقوا معانا في الكلام اللي احنا بنقوله. احنا كده بقى اتكلمنا عن الاس بي اف وازاي مهم نبص على الرقم اللي موجود على العبوة. الاس بي اف بيورينا مدى الحماية ضد الأشعة فوق بنفسجية ب. طيب بالنسبة للأشعة فوق بنفسجية ألف اللي هي فعليا أخطر وبتسبب أضرار أكبر، علشان نعرف واقي الشمس اللي هنجيبه بيحمي ضد أشعة الفوق بنفسجية ألف ولا لأ، محتاجين نبص على حاجة من اتنين. يا إما نبص إن العبوة يبقى مكتوب عليها كلمة broad spectrum. broad spectrum يعني واسع المدى واسع الطيف، يعني الواقي الشمس بيحمي مش بس من الأشعة فوق بنفسجية ب، لكن كمان بيحمي من ألف. لو مكتوب عليه برود سبيكترم خلاص يبقى احنا عرفنا ان الحماية جاية لنا ضد الاتنين. أو الحاجة التانية ان مؤخرا بقت في بعض الشركات بيكتبوا على واقي الشمس حروف PA. PA اختصار Protection Grade of UVA أو نسبة الحماية من الأشعة فوق بنفسجية ألف، وبيحطوا جنبها علامة زائد. فلو PA زائد واحدة معناها إنه بيحمي شوية، لو PA وبعدين زائد زائد بيكتبوا علامة زائد مرتين معناها حماية أكتر، ممكن لغاية 3 علامات زائد معناها حماية كويسة جدا. فدول الرقمين أو الحاجتين اللي محتاجين نبص عليهم وإحنا بنختار نوع واقي الشمس اللي هنجيبه. طيب يا رضوى، هل نحط سان سكرين مرة واحدة في اليوم وخلاص كده نبقى كده عملنا اللي علينا؟ هو بصراحة أنا كنت زمان بعمل كده دي حاجة مش صح، لأن تخيلوا كده في الصيف إيه اللي بيحصل يا رضوى وإحنا قاعدين كده في الصيف على البحر، إيه اللي بيحصل؟ ايوه اكيد نبقى عرقانين، فده طبعا بيمسح السان سكرين وبينزله، فلازم نحتاج نحط تاني اكيد. احنا بننزل المية بتيجي مية تمسح السان سكرين اللي حاطينه. المواد اللي موجودة في واقي الشمس نفسها
ممكن تتكسر بسبب تعرضها للأشعة فوق بنفسجية اللي جاية من الشمس. فالحماية واقي الشمس بيديها لنا بعد ما نحطه بتبقى لمدة ساعتين on average، يعني في المتوسط. ممكن تبقى أكتر شوية، ممكن تبقى أقل شوية، بس خلينا ناخد متوسط ساعتين. فالمفروض كل ساعتين نعيد إن إحنا نحط واقي شمس على جلدنا مرة تانية، مش كده ولا إيه؟ بالظبط. وبعدين في ناس بتقول لك اصل ده ووتر بروف سان سكرين، فبالتالي مش محتاج ان انا اعيد ان انا احطه كذا مره. فهي كلمه ووتر بروف هي كلمه يعني تستخدم مثلا على ايه، نوع قماش مثلا هو مضاد للميه او كده. لكن السان سكرين مش بنستخدم الكلمه دي ليه، هو بيقولوا عليه ووتر ريزيستنت، يعني هو مقاوم للميه. مقاوم للميه مش معناه انه ما بيتمسحش بالميه، معناها ان هو ممكن يقعد اطول شويه في وجود الميه. لكن في الاخر هو برضو يعني الميه هتنزله هتمسحه، فبالتالي احنا محتاجين احنا نحطه تاني. يعني لو الواحد هينزل ميه يبقى ممكن بدل ما هو هيحميه ساعتين ممكن يكون هيحميه ساعه واحده، فمحتاج ان هو يحط تاني، محتاج ان هو يكرر ان هو يحط السان سكرين، مش هيحطه مره واحده كده وخلاص يعتمد على المره دي وخلاص. طب ساعات يا رضوى بنشوف ان بيبقى فيه بعض مستحضرات التجميل، بقى هنا هنخاطب البنات، يعني طبعا احنا واقي الشمس المفروض للولاد والبنات اللي الاثنين يستعملوه، بس في بعض الانواع بتاعت المكياج بيبقى مكتوب عليها مثلا ان الفاونديشن مثلا فيه اس بي اف او فيه سان سكرين. ايه رايك في الحاجات دي؟ هو الحاجات دي كويس ان هي فيها اس بي اف، بس هي لوحدها مش كافيه، لانه الواحد عشان فعلا يقدر يحمي جلده بكميه الفاونديشن ده محتاج انه ياخد كميه كبيره جدا. معظم الناس ما بتحطهاش، يعني حاجه بسيطه يعني. ميك اب يعني عموما بنحط يعني كميه معقوله، يعني مش هتبقى الكميه اللي هي تحمي فعلا كل الجلد. وبعدين حتى برضو الناس مش بتوزعها كويس قوي لدرجه انه خلاص كل الجلد يكون محمي كويس من الشمس، فهو لوحده مش هيبقى كافي، فبيحتاج لازم يكون معاه سان سكرين. مظبوط صحيح. يعني هو دكاترة الجلدية بترشح كمية الواقي الشمس اللي نحطها على وشنا، احنا نحط كريم بطول صباعنا مرتين. يعني كريم واقي الشمس يبقى طول صباعين من ايدينا، دي الكمية اللي محتاجينها عشان وشنا. لو ايدينا هنحط كمية زيها، لو الرقبة كمية زيها، وهكذا. فطبعا لو حد حط كمية فاونديشن كده، غالبا يعني هوبفلي ان شاء الله ما حدش يحط كمية فاونديشن كده. بمناسبة بقى يعني السان سكرين المفروض للبنات وللولاد وكل الناس تستخدمه. في واحد احنا شفنا الصورة بتاعته، ناس كتير اعتقد شافت الصورة دي. واحد هو كان سواق عربية نقل في اوروبا يعني، وبعدين هو كان متعرض للشمس ناحية واحدة من وشه طول اليوم، يعني طول النهار سايق بس ناحية واحدة بس بيجيلها الشمس. فالفرق ما بين النصين بتوع وشه كبير جدا، من ناحية التلف اللي حاصل للجلد وكمية الشيخوخة وآثار التجاعيد وآثار التلف اللي الشمس بتعمله في الجلد كبير جدا. فحتى لو في ناس بقى مش بالها قوي، مش قلقانة إن يعني لا قدر الله يحصل سرطان جلد أو حاجة زي كده، على الأقل خالص نخاف من التجاعيد ومن شكل الشيخوخة أو فرق كبير ما بين نصين الوش. يعني دي حاجة برضو مش الناس مش تبقى مبسوطة قوي إن لو في فرق كبير ما بين نصين الوش، لو طبيعة شغلها بتخليها انها تتعرض للشمس بطريقة معينة او في اتجاه معين او زاوية معينة. صحيح. ويعني هي دي بتفكرنا ان احنا لازم نحمي اي جلد بيتعرض للشمس. يعني احنا كتير مننا في الكلام بنركز على الوش، بس فعلا يعني زي ما رضوى بتقول، لو حد مثلا سايق، ايه اللي بيتعرض ايديه. ممكن نستعمل في جوانتيات معمولة مخصوص للحماية ضد الأشعة فوق بنفسجية اللي بتجيلنا من الشمس. لو احنا مثلا قاعدين على البحر رجلينا ممكن تتعرض، فمحتاجين نستخدم واقي الشمس. الأطفال الصغيرين طبعا ظهرهم وإيديهم ودراعاتهم كل حاجة لازم نحميها، لأن رضوى قالت إحصائية في الأول مهمة جدا. لو حد جاله حرق من الشمس، أنت قلتي إيه يا رضوى؟ لو حرق من الشمس مرة كل سنتين. مرة كل سنتين اه. بيزود الريسك بتاع الميلانوما 3 مرات. والميلانوما دي يعني من ربنا يعافينا جميعا من أبشع أنواع السرطان عموما، يعني في العموم. فيعني الإحصائية دي بصراحة مخيفة، تخلي الواحد فعلا يفكر إحنا لما بنطلع بره بنعرض جسمنا لإيه وإزاي نقدر نحميه. يعني إحنا الحمد لله عايشين في عصر في مواد ممكن نحطها علشان نحمي نفسنا، فليه ما نحميش نفسنا؟ ليه ما نستخدمش الحاجات الطب والكيمياء توصلوا لها علشان يحمونا من الآثار الضارة لأشعة فوق بنفسجية؟ في ناس بقى يا رضوى قلقانة من إن هي ما بتاخدش فيتامين د بشكل كافي، وهي بتقول يعني إن لا إحنا محتاجين الشمس عشان فيتامين د. فأعتقد دي يعني ده مفهوم غلط. إحنا مش محتاجين كمية مهولة من الشمس عشان الجسم يصنع فيتامين د، يعني كمية بسيطة جدا هتبقى كافية، وما بتبقاش بقى في عز ما الشمس بتطلع أشعة فوق بنفسجية يعني قوية جدا. مبقاش هو ده الوقت اللي إحنا يعني ننقع نفسنا فيه في الشمس، يعني الكلام ده مش مظبوط. وفي دراسة اتعملت يعني بتقول إن فعلا يعني بصت على كمية الشمس اللي الناس محتاجاها عشان
تطلع فيتامين د ما هياش كمية كبيرة جدا، واحنا هنحط الرابط بتاع الدراسة في الوصف بتاع الفيديو لو حد حابب ان هو يطلع عليها. اه مظبوط. ودايما لما بسمع التردد دوت ببقى بفكر يا ترى الناس دي بقى منضبطة قوي، يعني بتحط واقي الشمس فعلا كل ساعتين كل يوم، مش بتفوت يوم، يعني كويسين قوي كده لدرجة ان هم خايفين على كمية فيتامين د اللي بتتكون عندهم في جسمهم. لان يعني احنا بني ادمين وطبيعي ساعات ممكن ننسى، ساعات ممكن نتكاسل، ساعات يوم مستعجلين ننزل. فيعني اللي انا بس عايزه اقوله ان علشان واقي الشمس استخدامه متواصل يأثر على كمية فيتامين د في الجسم، انا بيتهيألي محتاج حد يبقى ملتزم جدا جدا. يعني حتى انا بيتهيألي مش ملتزمة للدرجات دي قوي. يعني ده برضو فكر بيجي على بالي لما بسمع السؤال دوت لبعض الناس. ولو احنا مش متأكدين ممكن نستشير طبيب يشوف كمية فيتامين د اللي موجودة في الدم بتاعنا اللي هتدينا مؤشر هل احنا فعلا بنتعرض لكمية كافية من الشمس تساعدنا ان احنا جسمنا يكون فيتامين د ولا لا. وزي ما رضوى قالت نتجنب الفترات الوقت اللي الشمس فيه في ذروتها، يعني ما بين 10 الصبح ل 2 3 الظهر دي الشمس في ذروتها. لكن لو احنا اتعرضنا للشمس بعد العصر او قرب المغرب لما تبقى الشمس خفت خالص، اكيد هتبقى احسن من ان احنا نتعرض لها الساعة 12 الظهر. طيب يبقى عشان نلخص، واقي الشمس او السان سكرين هو حاجة مهمة جدا ان احنا المفروض كلنا نهتم ان احنا نستخدمها، سواء كان يوم حر او يوم برد او يوم سحاب او يوم طالعين في الجليد. هو حاجة مهمة ان احنا على طول نحافظ عليها ونكون نستعملها باستدامة. وهو بيحمي الجلد ضد أشعة فوق البنفسجية اللي ممكن تسبب تلف في الحمض النووي، وده ممكن لا قدر الله يسبب سرطان الجلد. وكمان بيأثر على الجلد عن طريق ان هو يزود التجاعيد والشيخوخة. فالمفروض ان احنا دايما نمنع نفسنا ان احنا نوصل ان احنا يحصل لنا حروق من الشمس، لان ده بيزود فرصة ان الحد ده يجيله لا قدر الله سرطان الجلد. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. المراجع اللي استخدمناها هتلاقوها مكتوبة تحت في الوصف. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب علشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على قناة اليوتيوب. شكرا لوقتكم ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.